كتبدا القصه ديالنا مع واحد الراجل شيباني سميتو إيشيرو. مسكين شرا دار جديده لعائلته، ولكن باين عليهم ما عجبهمش الحال وكيتشكاو باللي الدار صغيره وصغر من كاع داك الديور اللي دايرين بيهم. بنادم كاع ما كيحمد الله غير تخرجوا لهاد البرد عادي يحس بهداك السقف اللي عنده. ديما قولوا الحمد لله على اللي عندنا. شرا ليهم السوشي وما بغاوش ياكلوا معاه ومشاو للمطعم وخلاوه مسكين كياكل بوحدو. إيشيرو موظف بسيط في شركه ديال الماء المعدني، وفاش كيمشي للخدمه المدير ديالو كيتشكى من المشروع الجديد ديالو اللي هو تحويل الماء لمشروب الطاقه بحجه ان الشركه كتخسر بسببه. إيشيرو بقى كيعتذر ليه قدام الموظفين كاملين، ولكن المدير تعمد يهينو. من بعد واحد العمل شاق رجع لدارو وهو يشوف واحد العصابه كيضربوا في واحد في الزنقه. خاف إيشيرو ورجع للور وتفاجأ بنته وراه بقات كتعاير فيه واتهماتو بالجبان. وفاش مشى للدار جلس بوحدو حزين قدام الدار وقرب منه واحد الكلب وباين باللي مولاه تخلص منه لان معاه واحد الورقه فيها سميتو هاناكو. إيشيرو فرح بصداقه الكلب، ولكن مرته تعصبت وقالت ليه حيد عليا هاد الكلب دابا، وعطاتو تقرير ديال التحاليل الطبيه ديالو ومكتوب فيه باللي خاصو يدير فحص اخر. وخرجت النتيجه وعرف إيشيرو مع الطبيب باللي فيه السرطان من درجه الرابعه وما غاديش يعيش اكثر من 3 شهور. إيشيرو حس بالياس وعيط لمرته باش تواسيه، ولكن ميكت عليه، وعيط لبنته حتى هي، ولكن حتى هي ميكت عليه. وفاش جا وقت العشاء حاول باش يقول لهم باللي حالته الصحيه مدهوره، ولكن كل واحد مشغول لراسو، وحتى الا هضروا معاه كيهضروا غير باش يلوموه باللي هو المسؤول على كاع الحاجات الخايبه اللي وقع ليهم. ومرته كل ما شافته كتقول ليه خرج داك الكلب، حتى واحد ما مسوق لحجم الالم اللي في عينيه. هز إيشيرو الكلب وخرج كيتمشى في الزنقه وكيسول راسو مثلا الا عرفوا انني مريض كيفاش غادي تكون ردة الفعل ديالهم. وطلب السماحه من هاناكو وحاول يخليه في الزنقه، ولكن الكلب بقى تابعه فين ما مشى. ومشى لإيشيرو باش يتخلص من الكلب وفهم باللي هاناكو هو الوحيد في هذا العالم اللي حس بألمه، وبدا كيبكي بجهد. وفي ديك اللحظه لقى واحد الشخص اخر حداه سميتو هيرو جالس في الجرده وكيفكر. شويه شافوا بجوج واحد الضو مجهد نازل من السما، وقع انفجار قوي في الارض. إيشيرو وهيرو فقدوا الوعي. إيشيرو حس بمخلوقات غريبه كيدوروا بهم، وفاش فاق الصباح لقى الكلب حداه واكتشف باللي ولا كيشوف مزيان بلا نظارات. ورجع للدار باش يفطر مع عائلته. استغربوا كيفاش كياكل حيت اول مره غادي ياكل بديك الطريقه. بقى كيشرب في البومبا ديال الروبيني. مشى لبيتو واكتشف ان واحد الدخان خرج من يديه اليسريه وتحولت لشريشمه كبيره وخرج منها واحد السائل تقريبا ديك الماكله اللي عاد كلاها كلها حطها. وبدا كيتشقلب ليه الجسم ديالو كامل وكيتحل من كاع الجوايه، وبان باللي الداخل ديالو كله بياس ميكانيك، وغير كتدخل عليه مرته كيرجع لحالته الطبيعيه. من بعد كيبان هيرو اللي هو طالب في نفس الفصل مع ماري اللي هي بنت إيشيرو. وقف هيرو مع صاحبه وقرر يوريه القوه اللي اكتسبها ديك الليله. ضرب النار بصبعه على واحد الطير وقتلو من المسافه اللي بعيده، ودا صاحبه لواحد الكراج ووراه قدرته على التحكم في الطوموبيلات غير بعقله، ووراه الميكانيك اللي في الجسم ديالو. نرجعوا لعند إيشيرو اللي كان خارج من الخدمه وشاف واحد الحمامه مجروحه طايحه في الارض وهزها بشويه واكتشف باللي يقدر يداويها بالزربه ورجعت كطير. وسمع صوت الالم خارج من السبيطار، قرر يمشي يداوي المرضى. لقى واحد الدري صغير قريب يموت بسبب المرض ديالو، حط يدو على راس ديالو وفاق ورجع الدري صحيح فصيح بحال ديك الحمامه تماما. إيشيرو حس بالسعاده ملي شاف الفرحه ديال الوالدين ديال الدري. وهيرو في المدرسه اختار طريق الشر، بقى كينتقم من الناس اللي كيتعداو عليه وكيأذيوه، ومازال كيفكر يقتل واحد. صاحبو شوكو حبسو وقال ليه بركه. شجعت هيرو لفتت الانتباه واحد البنت سميتها شيون، تلاقات معاه في الزنقه واعترفت ليه باللي معجبه به، وهيرو شكرها على المجامله. هيرو عايش حياه صعيبه مع ماماه المطلقه حيت بابا طلقها وتزوج وحده اخرى، واخا هكاك ماما عيطات ليه وقالت ليه سير طلع على باباك وقضي معاه شويه ديال الوقت. مشى هيرو عند بابا ودوز معاه الوقت، ولاحظ باللي العائله ديال باباه فرحانين، ولكن حس باللي سرقوا ليه باباه، وهذا الشيء زاد عصبو ودار ديك الحركه بيديه باش يقتل باه بالقرطاس، ولكن حبس ملي شاف باباه كيضحك ليه. خرج هيرو للزنقه وهو راجع بقى كيسمع صدى ديال السعاده خارج من الشرجم. طلع لواحد الشقه عشوائيه وقتل مواليها كاملين. وإيشيرو في السبيطار كيداوي المرضى سمع اصوات القرطاس وجرب بسرعه لقى البنت مضروبه براسها. حاول يخدم قوته باش يداويها، ولكن لقى البنت ماتت وهو ما كيداويش الموتى. مشى بين البيوت ولقى واحد واقف فوق الجوتات، وعرف إيشيرو باللي هاد الشخص هو النيت اللي كان معاه في الجرده. هيرو شاف إيشيرو وضربو بالقرطاس، ولكن إيشيرو ما وقع ليه والو. خرج من الدار وبقى كيتفرج في هيرو وهو كيطير. من بعد صاحبو شوكو شك فيه باللي هو مول الجرائم اللي وقعوا ديك الليله وواجهو، ولكن هيرو نكر وقال ليه الناس كتموت كل نهار ما كاينلاش يبقاو فيك. صاحبو تصدم وخاف منه وقال ليه ما بقيناش صحاب وكل واحد يشد طريقه. من بعد هيرو مشى عند ماما وقالت ليه سير عيش مع باك حيت اكتشفت باللي فيها مرض خايب وما عندوش الدواء، والاطباء قالوا ليها المرض قاتل. هيرو عنق ماما وقال ليها ما نقدرش نعيش بلا بيك. ونرجعوا لعند إيشيرو اللي رجع من الخدمه ومرته غير شافته بدات كتغوت عليه
بسبب قله الفلوس. وحتى بنته بدات كتلوم فيه وقالت ليه انت ماشي اب. ايشيرو تقصح ودخل البيت وبدا كيشك في راسو واش هو اب ناجح ولا بطل يقدر ينقذ الناس، وحس بالياس. وفجأة شاف هيرو كيطير وتأكد باللي هو مول الجرائم، وقرر يوقفه حيت عنده نفس القوة. تحول ايشيرو لروبو وهز هاناكو معاه وطار، ولقاو شوكو جالس تما وهضروا على اللي وقع. شوكو قال ليه كنتوقع باللي الفضائيين هما اللي عاودوا ليكم البني. ايشيرو قرر يتدرب باش يكتشف قواه باش يوقف هيرو، والنهار الثاني مشى للساحه ديال الخرده هو وشوكو وبقى كيتمرن على القرطاس بصبعه، وخدا وقت كبير في التدريب ولكن في الاخير نجح. وفي جهه اخرى هيرو مشى مع ماماه لعند الطبيب وقال لهم الطبيب باللي المرض غبر في مره، وواضح ان هيرو هو اللي دواها بحال ايشيرو. وهما راجع للدار كيقول ليها خصها تستمتع بحياتها، ولكن الفرحه ما دامتش. البوليس وصلوا عند هيرو باش يحقوا معاه، ولكن هجم عليهم وقتل 3 ديال البوليس وهرب كيطير. الخبر ديالو تنشر في كاع البلايص، وهيرو تقلق وما لقى فين يتخبى، حتى تلاقات معاه شيون وقررت تخبيه عندها في الدار رغم داكشي اللي واقع، ولكن هي ما متيقاش هادشي. داتو معاها لدارها اللي كتعيش فيه هي وجداتها حيت والديها ماتوا. ونرجعوا عند ايشيرو اللي ولا كيطور من راسو ولكن كيعطش بزاف، وشرب ماء معدني من شريكته. شوكو فهم باللي الماء مهم لاجسامهم، ولكن الملحه اللي فيها الصوديوم هي نقطه الضعف ديالهم. ايشيرو شرب الماء وحس بالم مجهد وتحول دراعو لشريشمه وخرج منها كاع داك الماء اللي عنده في الجسم ديالو. وبالليل هيرو شاف ماما في التلفازه كتبرى منه كتبكي، ولكن حتى واحد ما رحمها. هيرو تفرقع بالبكا وفهم باللي خلص الثمن غالي، وبدا كيقرا تعليقات الناس اللي كيسبوا فيه، وبدا كيقتل اي واحد كيعلق خايب من وسط الشاشه ديال الكمبيوتر ولا التليفون في كاع الانحاء العالم. ناري اخوتي والله ما كرهتها. يلا كاين شي واحد عنده شي تعليق؟ شيون لاحظت هيرو ما كينعش وحاولت تواسيه وقال ليها باللي هو المسؤول على هذا الموت، وتحول قدامها لروبو باش يخلعها، ولكن شيون بقات باغيه. طار بها في السما وسولها واش خايفه، قالت ليه ما كنخاف من والو الا انك تبعد عليا. هيرو وعدها يحميها، وفاش نعس دخلوا عليه العسكر بالقرطاس. هيرو حضن شيون ولكن ماتت بالقرطاسه في الجسم ديالها. هيرو انتقم منهم وقتلهم كاملين. ايشيرو حضر عائلته ولكن ما سمعوش ليه وخرجوا. بنته ماري شافت هيرو داير بث مباشر في كاع الشاشات وكيهدد ان غادي يدمر البلاد كامله، وبدا كيضرب في الناس ووقع رعب كبير في المدينه. ايشيرو تواصل مع شوكو وقال للناس يطفيو تليفوناتهم باش يحميو راسهم، ولكن هيرو ما حبسش هنا وبدا كيضرب في الصواريخ على المدينه كامله في كاع الجهات وكتسمع غير بوم. ايشيرو وصل لهيرو وحاول يقنعو يحبس، ولكن هيرو هجم عليه. بدات المطارده في السماء. ايشيرو سمع بنته ماري كتغوت حيت ضربت بصاروخ. هيرو منعو يوصل ليها وتواجهوا فوق واحد السطح. هيرو بغى يشرب الماء باش يتشارجا، ولكن ايشيرو ضرب ليه القرعه. هيرو هز القرعه ديال ايشيرو وشربها كامله وبدا كيضرب في الصواريخ حتى خرجوا فوق الغلاف الجوي. هيرو سيطر على ايشيرو وبغى يضربو بصاروخ في وجهه، ولكن فاش ورك على الزناد خرج غير الماء حيت ديك القرعه فيها غير الملحه اللي هي النقطه الضعف ديالهم. ايشيرو ضرب هيرو بصواريخ وطاح للارض ومشى بزربه عند بنته ماري ودواها حتى فاقت، وعنقها باباها وهو كيبكي. ولكن شويه جاتو ضربه مجهده من هيرو مور ما استرجع قوته وعرف بلي ماري هي بنت ايشيرو، وقرر ينتقم منه في بنته واستمر في ضرب ايشيرو وتعذيبه. من بعد خدا ماري باش يرميها من الشرجم، والاب ضعيف وحس بالياس وقلت الحيله، وفعلا رماها من لعنو كبير بزاف. ولكن الاب غضب وخرجت منه واحد الطاقه اللي غريبه. كيحاول هيرو يمنعه ولكن صدام بايشيرو في محاوله باش يضربه، ولكن هيرو تحطم قدام قوه الاب باغي يعتق بنته، وطار ايشيرو باقصى سرعه في اتجاه بنته وقدر يشدها وعنقها باباها. وفقت ماري باش تشوف باباها بعين اخرى، وهو دابا في نظرها بطل خارق. وخلاها ايشيرو مشى يعاون الناس اخرين، ومن بعد علنت الحكومه وفاه هيرو واخا ما لقاوش الجثه. ورجع ايشيرو لدارو كيتعشى مع عائلته، وكاع الحاجات رجعوا طبيعيين الا ان بنته ولات شايفاه بطل حقيقي. وكيبان شوكو هو راجع لدارو وتفاجأ بوجود هيرو ومازال عايش ولكن دراعو مقطوع. فرح شوكو ملي شاف هيرو وحس باللي تبدل، وقال ليه مزيان ملي حبستي القتيله في الناس، وعرض عليه يلعب معاه لعبه ديال الفيديو. ودار شوكو لقى هيرو غبر مره اخرى. وهنا تسالت القصه ديالنا. الى عجبك الملخص دير لايك واشتراك باش تشوفوا الملخصات الجايه. وشكرا للناس اللي كيشجعوني، شكرا لكم بزاف، الله يسهل عليكم. تشاو باي باي.